بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي الأكارم، أقدم لكم الحلقة الأولى بعنوان: هل عائشة حسنة الخلق مع النبي صلى الله عليه وآله؟ نأتي الآن المصدر الأول من أبو يعلى الموصلي التميمي أحمد بن علي بن المثنى المتوفي 307 هجرية، مسند أبي يعلى الجزء الثامن صفحة 129، حديث 4670. تحقيق حسين سليم أسد، ناشر دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى. تمام. حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي البصري، حدثنا سلمى بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة إنها قالت: وكان متاعي فيه خف، وكان علي جمل ناج، وكان المتاع صفية فيه ثقل، وكان علي جمل ثقال بطيء يتباطأ بالركب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى ينظرك. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية. ما شاء الله، هذه أخلاق عائشة، تصف السيدة صفية باليهودية. نكمل: يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية علي رسول الله. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أم عبد الله، إن متاعك كان فيه خف، وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ برك، فحولنا متاعها على بعيرك، وحولنا متاعك على بعيرها. قالت عائشة: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ قالت فتبسم قال: أو في شك أنت يا أم عبد الله؟ قالت عائشة: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ أفهل عدلت؟ لا إله إلا الله. هنا تصف رسول الله صلى الله عليه وآله إنه غير عادل. نكمل: تقول: وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب أي حدة، فأقبل علي فلطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: مهلا يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه: إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. ما شاء الله، من الغيرة. ما هذه الغيرة يا عائشة حتى تجعلك تصفين النبي بأنه غير عادل، وتشككين بنبوته، وتصفين السيدة صفية باليهودية؟ ما شاء الله. نكمل إن شاء الله أحبتي في الحلقة القادمة من مصادر عدة إن شاء الله.